برضو احنا سمعنا كلام الاستاذ علاء صالح، فانا بتمنى من اي شخص من العرب اللي يجد في نفسه انه هو يعني بيجيد لعب كرة القدم او عنده الهواية الاحترافية البسيطة، فالمؤسسة موجودة وان شاء الله يعني كل حاجة حتكون سهلة وميسرة باذن الله. معنا دلوقتي الكابتن رمضان المصري اللي انتقيناه قبل شوية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة. اهلا وسهلا. نرحب بك. اهلا وسهلا. ايه رايك في الكلام اللي قالوه الشباب العراقيين؟ والله انا شيء بيبقى الواحد ببقى مبسوط منه جدا، لاني طبعا انا قلت في ما قبل ان انا رحت العراق ورحت بغداد وكركوك والرمادي ورحت حاجات كتير، محافظات كتير جدا في العراق. فانا بحب عامه العراق زائد الشعوب العربيه طبعا، لان رحت برضه الاردن ورحت بعض الدول العربيه، فده شيء يسعدني انا، والواحد بقى مبسوط لما كلام زي ده يتقال، وفي نفس الوقت احنا بنترجمه لفعل مش لكلام. طبعا انا شفت كده، بس ايه رايك في المستوى اللي قدمه الفريق العراقي؟ والله هم بصراحه عملوا بالرغم من امكانياتهم البسيطه. بالظبط، ما هو بنقول هم عملوا اللي قدروا عليه، لان اولا لا في تدريب وفي ظروف اللي هم فيها معنويا وظروف البلاد واللي بيمر بيها مصر والعراق وسوريا وليبيا واليمن، كل دوت مش حدث مش بسيط. انت دلوقتي قدام الشاشه، هل مستعد او مستعدين كمؤسسه الى احتضان الجاليات العربيه؟ الكاميرا عهد قدام ربنا وقدام كل المشاهدين ان انا احتضن كل العرب، والمؤسسه اتعملت كده. ربنا يحفظك. احتضان الشعوب العربيه والشباب العربي في جميع المجالات. يعني احنا دلوقتي رياضه بلا حدود في جميع المجالات. رياضه بلا حدود. بلا حدود. بلا حدود. شكرا لك. اهلا. كل العالم قول وسمع، دي احلى فرصه عشان نتجمع، احلى فرحه السنه دي، كله يهلل كله ينادي، كله يفتح قلبه يحلم، ده مفيش اجمل من اللحظه دي. معنا دلوقتي كابتن محمد حسن مدرب الفريق المصري. مساء الخير. نرحب بيك شاشة القناة بتاعتنا ونقول لك ربنا يعينك، ربنا معاك. انت حاسس كده؟ لا والله التدريبات بس. بس انت برضه ما شاء الله عليك، يعني الفريق له لياقة حلوة قوي، انت ما شاء الله باين عليك عندك لياقة بدنية حلوة. ايه المصاعب اللي بتشوفها هنقول بالاكاديمية؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الاكاديمية. والله هو في الفترة اللي فاتت دي احنا بنحاول نوفر، مجلس الإدارة بيحاول يوفر للفرقة كل سبل الراحة، ان هي ان كل اللعيبة تأدي تحت أي ضغط وتحت أي ظروف. ده اللي احنا شفناه، ان احنا بنلعب لو عندنا مباراة مثلا بتبقى بالتوقيت قبل الظهر، بنتمرن قبل الظهر قبلها بتمرين 2 3 عشان اللعيبه لما تلعب في المباراه تبقى واخده تحت الظروف دي. عندنا مباراه بالليل تحت الاضاءه بتبقى بنفس الكلام، بنلعب برضه نتمرن قبلها تحت الاضاءه. وفروا لنا كل حاجه، الادوات، طاقم تدريب طبعا جايبين مدربين على اعلى مستوى، موفرين كل حاجه بحيث ان اللعيبه يبقى مفيش اي حاجه، كل ظروف مهيئه ان احنا نخرج لعيبه كويسه جدا. وده اللي حصل معانا، ان السنه اللي فاتت راح عندنا لعيبه، لاعب راح النادي الاهلي ولاعب راح النادي الداخليه، والسنه دي نفس الكلام بدأناها في نادي الدين. فدي حاجه كويسه مجلس الاداره بيقدمها، واي حاجه بنطلبها ما بيتاخروش علينا فيها بصراحه. طيب انا هسالك سؤال بس تجاوب عليه بصراحه، هل الاكاديميه ترضي طموح الكابتن محمد حسن؟ والله هو احنا لعبنا النادي الاهلي الليبي، كان لنا معسكر خماسي وكان لعبنا في 6 اكتوبر، ودي من اهداف الاكاديميه ان هي ما تبقاش ترضي طموحك. هو اللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان انا شايف كل حاجه متوفره لي، يعني ترضي طموحك. كويسين لغايه دلوقتي. انت تشجع الكاميرا معك، تشجع الشباب الانضمام الاكاديميه؟ اكيد طبعا، انا بقول لهم افضل من اي حاجه ثانيه. انت هنا في اكاديميه خاصه، اكاديميه تتبع جماهير النادي الاهلي بعد الحادث اللي حصل في بورسعيد، فاحنا هنا بنوفر لهم كل حاجه بحيث ان انت تطلع تبقى نجم، تبقى عايز تنمي مهاراتك تيجي عندنا في الاكاديميه، وانت ان شاء الله هنسوقك من خلال الاكاديميه هتروح اي نادي. شكرا كابتن. فرحة السنة دي، كله يهلل كله ينادي، كله
معانا كابتن سمير عبود مدرب الفريق من العراق. إذا احنا في أكاديمية رياضة إلى كابتن سمير، أسألك شلونك؟ والله الحمد لله زين؟ ماكل زين؟ ان شاء الله ماكل وشرب زين ومتدرب زين وهذه يعني معنوياتك مرتفعة؟ يعني تعودنا حتى ولا الفريق تعودنا مالتك اليوم خسر؟ ها زين خسر اي؟ لا ماني شلون؟ بايع على مود اكون صادق من الطريق يعني منا ومنا. الاكاديميه مالتي هو كليته احنا كلنا اخوان ان شاء الله. المهم اللعب هو مو الخساره، ما تهمنا بخساره او غيرها، احنا اللي يهمنا انه احنا رياضه بلا حدود، احنا نقدم رياضه نظيفه، رياضه ممتعه يتمتعون بها الجميع، ونقول لك انت يا ربي نشد على ايدك، او نقول لك يا ربي ان شاء الله تكون تحت ايدك يعني او قيادتك الفريق العراقي والمصري في آن واحد. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا اني في البدايه صار لي سنه ونص بالضبط من جد اسست الاكاديميه العربيه، بس بسبب عدم الامكانيات المتوفره، عدم الاهتمام وعدم الاهتمام، فحاولت عده محاولات، وكنت حتى ناوي اروح جامعه الدول العربيه، بس ما لقيت الاهتمام والدعم. شفت الاهتمام بالاكاديميه؟ فبعد ذلك انا استلمت منتخب الجاليه العراقيه، نفس الموضوع، عدم الامكانيات، قله الامكانيات، قله الدعم، وهذا كله يسبب احباط للشباب. بس اني ما ظليت طبعا اني بفضل هاي الاكاديميه، اكاديميه يعني هم الاكاديميه تنادي على التلاحم العربي، ومثل ما قلت ترضي طموحك؟ بالنسبه للاكاديميه نعم. طيب نعم. الكاميرا لك؟ نعم. وادعي الشباب من خلال الكاميرا وشاشة القناة، ادعي الشباب العربي إلى أن يكونون موجودين ويانا بالأكاديمية. إن شاء الله أنا أدعي كل الشباب والرياضيين العرب اللي موجودين هنا بمصر أن يجوا هنا للأكاديمية، وإحنا نحتضنهم إن شاء الله. وأكاديمية جماهير الأهلي العربية من اسمها العربية هي ترضي إن شاء الله كل الطموح وتوفرنا. وأنا يعني أناشد بالجهات المعنية سواء كانت عربية، عراقية، مصرية أو أي جهات، بأنه شوية يخلون عينهم علينا وهذول الشباب يعني الجالية العراقية. والحمد لله طبعا شفتوا يعني معاناة الفريق العراقي أو شخص من العراقيين شنو يقول احنا نحتاج اهتمام. احنا حاليا الأكاديمية راح تهتم بالعراقيين وراح تهتم بالعرب من كافة الجنسيات، ومعانا رياضة بلا حدود. هسه هلا احنا هلا بسوريا، سوريا الحبيبة، سوريا ياسمين، بلد الياسمين، سوريا الجمال، سوريا قاسيون من قاسيون أطل يا وطني وأرى دمشق تعانق الشهبة. نلتقي مدير الملاعب الحكم زياد البابا، أهلا وسهلا فيك وأهلا بكل أهل سوريا. أهلا وسهلا. طيب قل لي أنا يعني عاوزين نعرف ازاي عملت المجهود ده مجهود جبار يعني مش اي حد يقدر عليه. طبعا انت برنامجك عم تتكلمي عن الرياضه بلا حدود. طبعا اول شغله من ضمن البراهين علي انه الرياضه بلا حدود انه عبرت الحدود السوريه للحدود المصريه وساوت وانشانا هذه المنشاه بهذا المكان. نعم. هذا دليل من الرياضه بلا حدود. أكيد. طبعا ناخذ المسار ويحتضنونا. نعم. ونحن طبعا مجمع الحصري هون كانت هي عباره عن مكان يعني غير لائق. ما في شيء انا نعم. شفته انا احنا نظرنا للمكان لقينا كثير من الاخوه العرب يعني عم يلعبوا هون على ارض ترابيه، حجاره، رمله، كذا، فلقينا انه ممكن نساوي شيء حتى يتجمعوا كل الاخوه العرب بهالمكان هذا ضمن الرياضه، لانه بالنهايه الرياضه هي اهم شيء تعطي تجمع، فما قدرنا نتجمع كوطن عربي لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، فعم نحاول نساوي فكره انه نتجمع اقل شيء رياضيا باعتبار نعمل في الكادر الرياضي. وفي شيء انا بقول سوري انا ولو يعني ما بحب اقاطعك، لكن في شيء بالنسبه للشباب انت يعني انا بشوف مثلا الشباب كلهم بيدخنوا، اللي بيشرب في حاجه، لكن لما يجي على الرياضه لا يمكن بتاثر. طبعا يعني انا شايفه انه من خلال الاكاديميه نقدم مثلا نقول لا للتدخين من اجل رياضه بلا حدود.
لا للتدخين من اجل الرياضه. لا نعم هذا الكلام. يعني اتصور يعني من هذا حتى الباب. نحن هون بالملاعب يعني بدنا نحط حارمات كثيره انه التدخين ممنوع، الشيشه ممنوع، كل الشغلات اللي بتاثر على الرياضيين نحاول نمنعها حتى نحاول نحسن من الشباب، نحسن من الاداء تبعهم، نحسن من الصحه تبعهم، نحاول ندعيهم لشيء صحيح، يعني نحاول نضمن كل هالشباب حتى الاطفال الصغار عم نحاول نضبطهم كلياتهم بهالمكان هذا بحيث انه اهاليهم يكونوا كمان راعين عليهم بهذا المكان. وعم نتعاون نحن والحصري مع الحجه ياسمين الحصري بهالامر هذا بحيث انه نقدر نضبط المكان هذا، لانه كان بالاول مكان فيه شويه شغلات اخطاء ومهجور، فهذا عملناه بصلب عملنا ومن خلال شاشه الأكاديمية ومن خلال وجودنا بهذا المكان انا بتصور مكان جميل جدا انه نلتقي على الحب، نلتقي رياضه بلا حدود. انا بقول انه يا ريت نعمل ندوات لانه نعرف الشباب فيها مضار التدخين، ونقول لهم انه الرياضه هي اللي حتخليكم تنسوا التدخين واي حاجه تانية. الرياضه يا شباب اذا خد يعني كل يوم الشاب اذا ساعتين بس خد من وقت الرياضه هينسى كل حاجه. وانا معاكم دايما ورياضه بلا حدود. معانا كابتن سعيد حجازي ولا حجازي؟ حجازي مدير إداري معنا. سعيد حجازي مدير إداري في الأكاديمية. بقالك لا نقول بس ازيك؟ نورت مصر، نورت الدنيا. ربنا يخليك، منوره بيك. انا هسألك سؤال، كم سنة بقالك مع الأكاديمية؟ والله ازاي أسرة ولو برحب بحضرتك برنامج الجميل ده والأخوة العرب كلهم في الربيع العربي اللي احنا بنتمنى من ربنا يكرمنا كده ونقدر نحقق طموح الناس دي ونجمعهم على الخير والحب، لأن احنا حضرتك قلت الرياضة بالحب، معنى الرياضة بالحب يبقى الناس دي كلها تتجمع على الحب. الربيع العربي ده لازم نطلع منه الناس اللي هي تقدر تخدم البلاد بتاعتها، ما يبقاش فيه فرقة وما يبقاش فيه حزية واختلافات، نقدر نحافظ على اولادنا وشبابنا من المخدرات والانحرافات، لان دي اهم حاجه المؤسسه احنا بندعمها وبندعي ليها. حضرتك طبعا بيجي لنا ناس من فلسطين ومن الاردن ومن سوريا ومن اليمن ومن العراق، كلهم اخوه اشقاء لينا، وبرحب بيهم في ارض مصر اللي هي بتحتوي كل العناصر وكل الناس كويسه، وانتم نورتونا. وطبعا احنا يعني بادئين بدايه كده، بنتمنى ان ربنا يساعدنا ونقدر نحقق طموحات الناس دي، واولادنا الجميله دول نقدر نحافظ عليهم. احنا هنعمل لهم طبعا معسكرات جميله ونقدمهم لناس كبيره وناس مستويات حلوه يتعاملوا معاهم كويس، يقدروا يبقى قدوه ليهم للناس دي، ويطلعوا لما يلاقوا مثلا لعيب كبير كده مشهور معروف بعيد عن المخدرات وبعيد عن الانحرافات، يبقى مثلا الاعلى قدوه ليه. احنا بنحاول نوصل له كده، بنجيب الناس دي يقولوا ويقابلوه ويتعامل معاهم ونحضر لهم ندوات، ناخدهم رحلات ترفيهيه. فالحمد لله يعني قايمين بمجهود ربنا يعيننا ان شاء الله دايما. ايه شايف المستقبل للاكاديميه؟ شايفه والله هو بسم الله ما شاء الله وجود الناس الحلوه دي والكم الجميل ده من كل الاطياف العربيه بيخلي المستقبل مشرق. ليه؟ لان انا عندي فكره، بعمل فكره، والاستاذ علي والاستاذ كابتن سمير كل ده ليه فكره يتجمع في الخير، فان شاء الله تبقى البكاره والناتج هيطلع في صالح الجميع. وربنا يا رب يكرمنا كده. يا رب يكرم القائمين على الجمعيه، وان شاء الله نشوفكم دايما في العالي ودايما منصورين يا رب ان شاء الله. احنا يهمنا الاولاد الجميله دي يبقى مستقبلهم حلو ونقدر نحافظ عليهم ونطلعهم حاجه جميله كده. انا بشكرك جدا. ربنا يكرمك يا فندم. ربنا يكرمك. شكرا يا استاذ ياسر. احنا طبعا شفتوا الكم الجميل من الاخوان العرب نقول تحت رايه مصر ام الدنيا، تحت رايه الاكاديميه. احنا معاكم وحنفضل دايما معاكم مستمرين، وحلقات برنامجنا دايما معاكم على الشاشه بتاعتكم، شاشه المؤسسه او الاكاديميه. شفتوا انتم القائمين على الاكاديميه، شفتوا الشباب اللي بيلعب، شفتوا الرياضه بلا حدود. خليكم معنا وبرنامج رياضه بلا حدود. Are you ready?
اهلا وسهلا بكم في مؤسسه جماهير الاهلي العربيه، المؤسسه التي تعتني بالرياضه والفن على مستوى الوطن العربي بالكامل. النهارده ده موعدنا مع ملعب المؤسسه والاكاديميه، وبنتعرف على كل لاعب في المؤسسه. لعب النهارده 21/6/2012. عرفني على تاني شويه. بص للكاميرا. انا اسمي احمد ناصر، حارس مرمى في جماهير الاهلي. لعبت النهارده؟ الحمد لله. وايه رايك النهارده في اداء الاكاديميه واللعب والاحتكاك بالعرب؟ كان كويس جدا، كان اللعب حر كويس جدا، ما كانش فيه اي اخطاء خالص، بس كان فيه خطأ في الجون قبل الاخير. طب نشكرك جدا، واحنا نتمنى لك كل توفيق ان شاء الله مع الاكاديميه ومع الرياضه. ونعود مره اخرى للقاء بلاعب من لاعبي اكاديميه جماهير الاهلي العربيه، ويعرفنا على نفسه. اسمك ايه يا حبيبي؟ بص الكاميرا. اسمي عمرو سيد ابراهيم. بتلعب في موقع ايه؟ صنع العاب. بتلعب بالك قد ايه في الاكاديميه؟ وبقالي بالظبط كده 80. طيب انت شايف ان دوت كويس ليك رياضيا وبدنيا واخلاقيا؟ الاكاديميه علمتك حاجات اخلاقيه كويسه؟ طبعا. اتعلمت ايه من الاكاديميه؟ اتعلمت التعاون، يعني كنت صادق مع زمايلي. علمت شويه؟ اتعلمت التعاون وان اكون صادق مع زمايلي، ويكون اللعب جماعي مع جميع اصدقائك في الملعب. تمام؟ وتتعامل مع منافسك باخلاق الرياضه، مش بالتعصب ولا الكلام ده. شكرا. ودلوقتي معانا لاعب اخر من لاعبي الاكاديميه. عرف نفسك يا حبيبي. اسمي ابراهيم السيد ابراهيم. ابراهيم السيد. ابراهيم. بتلعب في موقع ايه؟ لا، بتلعب في موقع ايه في الملعب ولا لسه ما تحددش؟ ها؟ هجوم. طيب وانت اتعلمت حاجات كويسه من الاكاديميه؟ اتعلمت ايه؟ التعاون مع الزملاء. وايه تاني؟ احترام المنافس والرياضه المظبوطه المحترمه، مفيش تعصب، مفيش خناقات، مفيش ضرب. طيب شكرا يا حبيبي. اتفضل. دلوقتي معانا لاعب اخر من لاعبي الاكاديميه، ويعرفنا على نفسه الاول. محمد عيد علي عبد الجليل. ايه؟ على اسمك حبيبي. محمد عيد علي عبد الجليل. محمد عيد علي عبد الجليل. بتلعب في الاكاديميه بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. شهر. شهر. طيب انت من سكان اكتوبر ومنتظم في التدريبات ولا الامتحانات بعتك شويه على الامتحانات؟ اتعلمت ايه من الاكاديميه؟ والتعاون وعدم التعصب والروح الرياضيه كويسه العاليه اللي يفتقدها اللاعبين الكبار، صح؟ في الملاعب الكبيره. تمام؟ احنا بنعلم الاخلاق قبل تعليم الرياضه. ماشي يا حبيبي؟ طيب شكرا. وعرفني على نفسك بصوت عالي. اسمي احمد رشيد محمد. اهلا وسهلا. بقالك قد ايه في الاكاديميه؟ جاي من يومين، اليوم الثالث. ده بقالك يومين، يعني انت لعبت ماتش امبارح والنهارده بس؟ لا، قعد برضه يوم الاربعاء والسبت والنهارده الثالث. ايه انطباعك عن الاكاديميه؟ والبالي سنه. انت كنت بتلعب كوره قبل كده مع اصحابك في المدرسه والشارع، ايه الفرق بين اللعب في الشارع واللعب في الاكاديميه؟ بتتعلم فيها احترام المدرب بتاعك اللي هو بيديك تعليماتك، والمدرب بيخليك ألف شويه. ومعناش. ايوه، مفيش تأنين، مفيش يعني استحواذ على الكوره اكتر من اللازم. تمام. مهارات، تاخد مهارات؟ طيب كويس. تقول لاصحابك ايه؟ اللي في الشارع واللي في المدرسه وهنا وهنا يجوا الاكاديميه، نلعب الاكاديميه غير لعب الشوارع. شكرا يا حبيبي. ومعانا الان احد اشبال اكاديميه جماهير الاهلي العربيه بمدينه اكتوبر بملاعب المؤسسه، وهيعرفنا بنفسه. انا لاعب اسمي احمد وليد عبد الرحيم، رقم 19، مركزي باك يمين. بقالك قد ايه يا كابتن في الاكاديميه؟ بقالي تدريبين وده الثالث. ايه رايك في اللعب في الاكاديميه؟ كويس. اتعلمت فيه ايه؟ اتعلمت في الاحترام والنظام. طيب انت تقدر تقول لاصحابك ايه في المدرسه او في البيت او في الشارع او في كده يعني؟ يجوا الاكاديميه كويس. يجوا الاكاديميه عشان بتعلمهم ازاي حتى يحافظ على لياقته البدنيه وعلى يعني ما يعورش نفسه كده، لان اللعب الصحيح ما بيعورش، انما لعب الشوارع بيعمل ايه؟ بيعور. طب شكرا يا وليد. محمد سعيد بشوي. مواليد كام؟ مواليد 1999. يعني عندك 13 سنه كده؟ بسم الله ما شاء الله. من سكان اكتوبر؟ بقالك قد ايه في الاكاديميه؟ بقالي اسبوعين في الاكاديميه. تقدر تقول لي اتغيرت ايه عن قبل الاكاديميه؟ يعني اتعلمت ايه في اللعب غير قبل اللعب الاكاديميه؟ النظام.
احترام المواعيد واحترام زميلك اللي في الملعب سواء كان بيلعب معاك او منافس ليك، صح؟ طيب شكرا يا حبيبي، اتفضل. معانا كمان اصغر فرود جسمانيا مش سنيا، يعني عندك كام سنه يا حبيبي؟ عندي 13 سنة. 13 سنه. بتلعب في الاكاديميه بقالك قد ايه؟ بقالي 5 أسابيع. 5 اسابيع. يا ترى لعبك في الاكاديميه فادك في حاجه؟ انت بتلعب في مركز ايه؟ وينج يمين. وينج يمين؟ وانت كده يعني خدت المركز دوت في الاكاديميه ولا كنت بتلعبه وانت قبل الاكاديميه؟ لا كنت بلعبها في الأكاديمية. يعني انت بتلعب برضه في الشارع او في المدرسه وينج يمين. طيب شكرا يا حبيبي. اسمي فوزي علاء. فوزي علاء ايه؟ محمد. طيب انت بتلعب في الاكاديميه بقالك قد ايه؟ كتير يعني كام شهر مثلا؟ 5 شهور؟ لا اكتر 5 شهور؟ طيب وانت ايه رايك في الاكاديميه؟ طب انت لعبك اتغير في لما اتعلمت في الاكاديميه في لعبك مثلا في النوادي الاخرى او حاجه زي كده ولا زي ما انت؟ لا اتغير. بقى احسن؟ اتعلمت ايه في الاكاديميه؟ النظام ايوه. والاحترام. والاحترام ايه؟ احترام الاخرين ولا احترام اللعبه نفسها؟ لا احترام الاخرين واللعب. واللعبه كمان. محمد مغربي خليفه. بتلعب بقالك قد ايه في الاكاديميه؟ بقالك سنه في الاكاديميه؟ انت من سكان اكتوبر؟ من سكان اكتوبر؟ منين؟ من شبرا وجاي تلعب في الاكاديميه؟ ده ليه؟ مشوار عليك. بتحب الرياضه ولقيت نفسك في الاكاديميه. طيب انت بقى ده انت نتكلم معاك كتير عشان انت جاي من شبرا بقى. طيب انت نقلت صوره الاكاديميه لاصحابك في المدرسه او في البيت؟ نقلتها ازاي يعني؟ قلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه عن الاكاديميه؟ علي صوتك شويه. حلوه ونفس الوقت بيخليك محترم يعني وكباتن حلوه. سيف عماد عبد الستار، انت عندك كام سنه يا سيف؟ 7 سنين؟ برافو عليك. لعبت في موقع ايه ولا في مركز ايه؟ بحب العب في مركز الهجوم. الهجوم. بس انت بتحب، بس الكابتن حطك في الهجوم برضو؟ حطك في الدفاع لانه شايفك انت احسن في الدفاع. ده الفرق بين الاكاديميه وبين عدم الاكاديميه، ان هو يحب يحط جوان بس الكابتن شايفه ان هو احسن في الدفاع لان عنده مهارات دفاعيه افضل، صح ولا لا؟ طب انت اتعلمت ازاي تتعامل مع الاخرين في الملعب؟ الكابتن ما كلمكش في كده؟ ما قالكش خلي بالك من تبقى كويس مع صاحبك وكويس مع اللي بيلعب ضدك؟ قال لك كده صح؟ يعني هو علمك مهارات كويسه. بص للكاميرا عشان نشوف كويس في التلفزيون. هو علمك ان انت تتعامل مع الاخرين كويس سواء بيلعب معاك او ضدك، صح؟ طيب برافو عليك. الكلام ده هتبلغه لاصحابك في المدرسه وفي البيت وكده يجوا يلعبوا معاك ولا انت تحب تلعب لوحدك؟ طيب يا حبيبي. زياد عماد عبد الستار احد اشبال الاكاديميه. بقالك قد ايه بتلعب في الاكاديميه؟ لسه اول سنه. اول سنه ولا بقالك سنه بتلعب يعني؟ لا اول مره دي؟ طيب ده اول مره. انت تقول لنا بقى عن انطباعك من اول مره. مش انت جيت اول مره تلعب هنا اهو؟ حاسس بايه؟ مبسوط ولا متضايق ولا انبسطت ولا ايه بالظبط؟ لا هي الاكاديميه حلوه. حلوه في ايه؟ بتعلمك ايه؟ اتعلمت ايه من اول يوم؟ النظام. بص للكاميرا. النظام الكابتن علمنا تدريبات حلوه. وعلمك ازاي تبقى موقعك انت تلتزم بيه وتبقى كويس في موقعك احسن ما تلعب في اي حته في الملعب، صح؟ طيب الكلام ده هتنقله لاصحابك وتقول لهم تعالوا معايا في الاكاديميه؟ طيب متشكرين يا حبيبي. احمد سعد عبد الحافظ، انت يعني بقالك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. عندك 10 سنه؟ علي صوتك شويه. عندي 11 سنه. بتلعب في الاكاديميه بقالك قد ايه؟ لسه اول شهر. اول شهر. لعبت في ملاعب الحصري والخليل؟ لا ما لعبتش في الخليل. لعبت في الشيخ زايد؟ لا لعبت فين امال؟ لعبت ايوه هنا في الحصري. في الحصري ايوه. لعبت هناك في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. طب كويس والله. ايه رايك في الاكاديميه؟ هي حلوه. بتلعب في مركز ايه؟ مهاجم. مهاجم؟ الكابتن خلاك في المهاجم؟ انا مهاجم. الكابتن اللي هو مدرب الفريق خلاك مهاجم ولا قال لك العب في حته ثانيه؟ لا هو قال لي مهاجم بس برجع دفاع. يعني بتلعب دفاع وهجوم. طيب 100 100. انت مبسوط بالاكاديميه؟ حاسس ان الرياضه بتخليك احسن ما تبقى مش في رياضه؟ لا رياضه بدنيا واخلاقيا والتعامل مع الاسره في البيت تبقى كويسه عشان الرياضه كده. طيب شكرا يا حبيبي.